مسعودة حسني المديرة الجهوية للشؤون الدينية بسيدي بوزيد. اليوم التظاهرة هذه سميناها يعني توديع الحجيج، اللقاء الجهوي للحجيج بولاية سيدي بوزيد، باش تكون التظاهرة هذه تحت إشراف سيد الوالي الجهة بعد اختتام الدروس التوعوية الموجهة للحجيج بكافة ولاية سيدي بوزيد. التظاهرة هذه باش يكون البرنامج نتاعها يعني كالآتي: فيها ذكر آيات بينات من الذكر الحكيم، فيها أيضا وصلات الإنشاد الديني باش يأمنوها أغلب الإطارات الدينية معنا لفرقة البدر بسيدي بوزيد، باش تكون كلمة موجهة من طرف سيد والي الجهة يعني للحجيج الولاية، أيضا كلمة للمديرة الجهوية للشؤون الدينية. أيضا حضروا فيها اليوم التظاهرة هذه جميع البعثة الصحية المتمثلة في فريق شركة الخدمات الوطنية والإقامات، البعثة الدينية ثم البعثة الصحية، باش يكون فيها عرض لشريط وثائقي باش يأمنوه شركة الخدمات الوطنية والإقامات، باش يوضحوا فيه يعني مناسك الحج انطلاقا يعني من السفر معناها نتاعو من تونس، يعني ولاية من صفاقس، مطار صفاقس طينا الدولي، الى حين وصولهم الى مطار جدة او مكة او المدينة المنورة. باش تكون الرحلة هذه تنطلق ان شاء الله، يعني رحلة سيدي بوزيد باش تكون من مطار صفاقس الدولي، فيها 254 في حاجة، باش تكون ان شاء الله الانطلاقة نتاعهم على الساعة 8 مساء و10 دقائق، باش يبقاو يعني في البقاع المقدسة لمدة 30 يوم. الرحلة الثانية باش يكون فيها 125 حاج من ولاية سيدي بوزيد باش يرافقوا معناها حجيج ولاية صفاقس. ان شاء الله التظاهرة دي تتم على احسن ما يرام، ان شاء الله نوجهوا فيها معناها نصائح لحجيجنا الميامين، وان شاء الله نتمنوا لهم يعني عودة سليمة، وان شاء الله نتمنوا ايضا يؤدوا مناسكهم يعني على احسن وجه ان شاء الله. كيفاش تبعثهم لي انت؟